ازاي يا مصر بتعمليها ازاي. كنت تعرف ان دول اغنيتين مش اغنيه واحده؟ مصر بتعمليها ازاي. انا هقول لك ازاي. الاغنيه اللي كلنا سمعناها من رمضان اللي فات ولحد ماتشات مصر في كاس العالم، واللي اتعملت اصلا كاعلان لبنك مصر ضمن كامبين اعلانات من احلى كامبينز الاعلانات اللي اتعملت في السنين اللي فاتت اللي بنك مصر بيعملها. انا ابن مصر النسخة الأصلية يا معافر اجمد كمل للآخر. الاغنيه دي بقى اصلا كانت متقدمه ضمن نماذج كتير للاعلان. الكلاينت اللي هو البنك او الايجنسي اللي بتنفذه طلبت تشوف نماذج للاغاني اللي تتعمل عليها اعلان. المهم اتقدم اغاني كتير جدا، والاغنيه دي بقى بالتحديد كانت اغنيتين مش اغنيه واحده. الاغنيه الاولى كانت تاليف والحان خالد عصام، وكانت باسمها ده انت حته مني، وكانت تاليف من عادل القيعي والحان احمد طارق يحيى. اغنيتين، وقرر يعمل ايه؟ يدمج الاغنيتين مع بعض عشان يطلع لنا التحفه الفنيه دي. وده خالد عصام نفسه قاله مع رامي رضوان. التأليف من عادل القيعي وخالد عصام. يعني بص، منا بجد بجد يعني من انظف الشخصيات اللي اتعاملت معاها في خلال الكارير ده كامل. ومن عادل القيعي كتبته بوست عندها بعد لما الناس كلها كانت بتشكر في كلمه ويا مصر بتعمليها ازاي ايام مباريات كاس العالم. والسؤال اللي